الزمالك بيتعادل مع المصري في بطولة الكونفدرالية في الجولة الثالثة دور المجموعات. المصري طبعا كده في الصدارة بسبع نقط والزمالك بخمس نقط. ماتش اقول لك ان المصري هو اللي اتظلم فيه. المصري طول 90 دقيقة شغال هجمات على الزمالك، شغال محاولات. الزمالك ما فيش اي رد فعل، الدفاع مش موجود، وسط الملعب مش موجود، الهجوم مش موجود، لعيبة الزمالك مش موجود اصلا كلها في الملعب. عشان تقيم مفيش اي تقييمات. شيكو بنزا والفرقه والرجاله كانتش موجوده. الحاجه الوحيده اللي كانت موجوده النهارده الحمد لله زي كل مره هي جمهور الزمالك. الحاجه الوحيده اللي كانت موجوده في ماتش المصري البورسعيدي النهارده هي جمهور الزمالك. غير كده 11 لاعب زملكاوي ما كانوش موجودين. فرص بالجمله للمصري البورسعيدي من جميع الجوانب، من اول دقيقه لاخر دقيقه. طب فين الزمالك؟ مفيش شكل كوره حلوه بتتلعب في الملعب. مفيش رسم بيحصل. مفيش حتى محاولات انك انت بتقوم تهيص على اي هجمه للزمالك، لا مفيش. ياخد الكوره يجري بيها شيكوبانزا من على الجنب، خوان بيزيرا من على الجنب، مش عارف إيه من على الجنب. ضاعت الهجمه وراحت. المصري ياخدها يعمل هجمه خطيره على الاخر. منهم بقى كره ايشو اللي جت على عواد وكور عمر الساعي وغيره وغيره وغيره. المصري كان ممكن يكسب الماتش ده مستريح، ثلاث او اربع تجوان على الاقل. فرص الزمالك كانت ما كانتش موجوده اصلا طول الماتش. يعني ماتش غير مرضي اصلا لاي زملكاوي او اي مشجع هيشوف الماتش ده. ماتش هربان من الدرجه الرابعه، مش هو ده الزمالك. الحاجه الوحيده اللي كانت شغاله النهارده حرفيا هو جمهور الزمالك. وربنا يسترها الايام اللي جايه. حقيقي ربنا يسترها على الزمالك الايام اللي جايه.